السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم هاد البريوش كيجي غزال. الطريقه ديالته بواحد الصوص غتعجبكم، انا متاكده غتعجبكم الطريقه ديالها. الا شاهدتوا الفيديو حتى الاخير غادي تشوفوا المراحل جد سهله وطريقه سهله. وكنتمنى ان الفيديو يعجبكم البنات وتبارطاجيو الفيديو، ولا عجبكم ديروا جيم. كنتمنى المشاهدة طيبة إن شاء الله، وشكرا لكم. بالنسبة للمقادير، عندي مقادير ديال العجينة. غنحتاج عندنا ساشي ديال الفانيليا. غنحتاج هنايا عندي 20 غرام ديال الخميرة الفورية، تقدروا ديروا المعجونة الأخرى. عندي واحد القبيصة ديال الملحة. غنحتاج 20 غرام حتى ل 25 غرام، يعني معلقة كبيرة ديال الزبدة، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر سنيدة سكر حبيبات. غنحتاج ابيض بيضة وصفر هو اللي باش غندهن. عندي هنايا 4 اطرو ديال الحليب، وغنحتاج تقريبا 400 غرام ديال الطحين الابيض. اول حاجه انا غنديرو في العجانه، تقدروا ديروه تعجنوا غير بايديكم ماشي مشكل. هنا الحليب عندي دافي، يعني كندير الحليب دافي. عندي نص كاس ديال الزيت، زيت نباتي. نص كاس ديال سكر حبيبات، سكر فانيليا عندي واحد ساشي، ممكن ديروا حتى سائل كتجي مزيان. قبصه ديال الملحه، وغنحتاج بيض ديال البيضه. بطبيعه الحال الصفر غادي تخليه هو باش غادي ندهنوا البريوش في الاخير. نحتفظوا به. انا غادي نديرها كتعجن في العجانه، يعني كما قلت لكم ممكن ديروها باليد ديالكم عادي، يعني تعجنوها كتكون شويه خفيفه، يعني ما كتكونش ثقيله بزاف. العجينه حاولوا بان ما تكونش ثقيله، يعني قاصحه. كيف ما شفتوا انا خلطتهم، غنخليهم غير يرتاحوا واحد 5 ديال الدقائق، وغادي نضيف الطحين. غادي كيف ما شفتوا غادي نعجنها. قبل ما نحيدها كنزيد واحد الزبده في الاخير. العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا كتكون كتلصق واحد شويه، ولكن كتكون مجموعه، يعني ما تكونش مرخوفه بزاف. كتجي على هذا الشكل هذا. بعد ما كنضيف الزبده في الاخير، غنديرها في هذا الاناء وغنخليها حتى تخمر. يعني من الاحسن تخليوها حتى تخمر. دائما البريوش كيبغي الخميره، يعني ملي كيجي خفيف ويجيكم هشيش، ما يجيش مدقص او معجن من الداخل. كيبغي دائما تكون الخميره، يعني عطيوها تقريبا ساعه حتى ساعه ونص ديال الخميره. بالنسبه للحشوه اللي غادي نديرها من الوسط، غنحتاج كيف ما شفتوا عندي القرفه، نص كاس ديال الزبده دايبه، نص كاس ديال الحليب. غنحتاج كاس ونص ديال الكاوكاو او اللوز على حسب الرغبه. بالنسبه للسكر انا درت سكر البني، ممكن ديروا السكر العادي الابيض. كنحتاج هنايا 6 المعالق. هنايا عندي معلقه صغيره ديال القرفه. كيف ما شفتوا الكاوكاو عندي او اللوز على حسب الرغبه، كما قلت لكم اي مكسره كتعجبكم. انا درت الكاوكاو. هنايا كيف ما شفتوا انا خلطتهم كاملين. غادي ندير المقله ديالي كتسخن، وغنديرهم في مقله كيف ما كتشوفوا. غادي نخليوهم حتى يوليو حتى يذوب معنا داك الحليب، يعني داك الحليب ما يبقاش، يولي على شكل كراميليزي. عاد كنطفيو عليه، يعني غيوصل واحد تحيد هذا الماء كيف ما كتشوفوا. في الاول كيكون فحال هكا، غتشوفوا في التالي كيفاش غادي يولي. يعني ملي غيوصل لهاد درجه الحراره، يعني عفوا لهاد يولي يدير فقاعات كيف ما كتشوفوا، يعني يختار ويتقال. كتحيدوه وتخليوه حتى يبرد. كيف ما كيبرد تيجي على هاد الشكل، كيجي معلك كيف ما كتشوفوا. هنا بعد ما خمرت عندي العجينه ديال البريوش، كنرش شويه ديال الطحين، ممكن ديروا حتى النشا ماشي مشكل، كيبقى لكم الاختيار اللي متوفر في البيت.
انا غنعطيها واحد الشكل مستطيل. كيف ما كتشوفوا العجينه كتكون مرتاحه. هنا بعد ما خدات هاد الشكل كامل، يعني عطيتها شكل مستطيل، غادي ناخد هاد الحشوه هادي. الصراحه حشوه لذيذه لذيذه، صدقوني كتجي رائعه في المذاق ديالها. خصوصا الا درتو السكر البني كتعطي واحد المذاق رائع. كنتمنى تجربوها وان شاء الله غادي تعجبكم. كيف ما تشوفوا انايا غادي نعطيها شكل هنا على شكل بودان طويل. غادي ناخد في التالي دوك ضروري تقرصوهم باش ما تحلش لينا العجينه. هنا ممكن ديروهم حتى على شكل الطريقه اللي غادي نوريكم، او تقدروا ديروها على شكل بريوش، عفوا على شكل هادو لي شناك. كيف ما شفتوا انا خديت واحد الخيط. انا ما كنستعملش الموس نهائيا فهاد بحال هاد العجائن، كندير غير الخيط كيجي رائع، والطريقه ديالو كتجي سهله والعجينه ما كتسمعش معك، يعني كتبقى كيف ما هي كيف ما كتشوفوا في الفيديو. يعني الطريقه ديالها هنايا كيف ما شفتوا انا غنجيب واحد انا خديت هذا ديال السوشي. ممكن ديروا اي واحد عندكم، يعني تقدروا ديروا غير ديال العجين هذا، اي حاجه عود ديال اللي كتحركوا به على حسب اللي متوفر في البيت. كان بعد ما تنقطعهم تنعطيهم هذا الشكل هذا، كنورك مزيان يعني توركوا حتى لتحت وكيتجمعوا كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. هنا بعد ما كملتهم كاملين، بالنسبه للصفر ديال البيضه نزدت معاه واحد القطيره ديال الخل وشويه ديال الحليب. هنايا تخليهم يرتاحوا واحد دقيقه او 2 دقائق وكدهنوهم، يعني ما تتخليهمش حتى يخمروا بزاف، حيت العجينه اصلا خامره من الاول كتخمر، كتعطيها وقتها في الخميره. يعني في هذه المرحله هذه ما كتخمروهاش بزاف، يعني تقدروا تعطيوها غير 2 دقائق دقيقه. ممكن ديروها مباشره، يعني الا كان الفران سخون دخلوها مباشره. الفران دائما على حسب كل واحد والفران ديالو اللي كيطيبوا فيه الخبز او كيجيو فحال هذا الشكل هذا حتى كيتحمروا مزيان. يعني عطيوهم الوقت في التحمار، يعني ودرجه الحراره تكون متوسطه. يعني انا درت غير 170 طيبت فيهم. غندير هاد من الفوق غادي نرش عليهم واحد شويه ديال السكر الثقيل. بالنسبه للتزيين كيبقى لكم اختياري، تقدروا تدهنوهم حتى بالمربى او العسل على حسب الرغبه. صدقوني كيجيو لذاذ لذاذ لواحد الدرجه. داك الصوص اللي درت ديال الكاوكاو كتجي غزاله. كنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم وتشاهدوه ان شاء الله ويعجبكم. شكرا لكم البنات، شكرا للناس اللي التحقت بالقناه، مرحبا بكم، شكرا لكم.